معاك موبايل وهاند فري وعندك 15 دقيقة فراغ، تعالى اقول لك ازاي تستفاد من ال 15 دقيقة دي، انك انت تطور نفسك وتطور ذاتك وانك انت تكتسب حاجة جديدة كل يوم. بص يا سيدي، مبدئيا كده في تريكايه لو عملتها لمدة 21 يوم بالظبط هتلاحظ بعدها بالتغيير اللي هيحصل لك في شخصيتك. بص يا سيدي، كل اللي انت هتعمله انك انت هتنزل ابلكيشن البودكاست، سواء جوجل بودكاست او اي ابلكيشن بيستخدم بودكاست، وممكن برضه تفتح اليوتيوب هتلاقي برضه قنوات بتبث بودكاست، زي مثلا قناه دروس اونلاين وكده، هتلاقي برضه قناه على اليوتيوب بتعمل بودكاست. فانت يا سيدي بعد ما بتختار المنصه اللي انت هتسمع من خلالها البودكاست، هتظبط كل يوم 15 دقيقه من وقتك، هتحط الهيدفون في ودنك وتظبط ال 15 دقيقه على البودكاست اللي انت هتسمعه، وتبدا تشغل البودكاست بقى كل يوم وعيش حياتك بقى يا معلم، وخش في العالم السحري الجديد دوت. بدل الاغاني بقى والكلام ده كله، لا، بدل الاغاني دي بالبودكاست واستمتع بقى بالتجربه دي. ليه بقى؟ لان البودكاست دوت كله مواضيع هادفه ومهمه. بمعنى ايه؟ يعني تقدر تعمل نقاء لنفسك، تطوير للذات بتاعتك، تعرف معلومات جديده في مجالات كتيره مختلفه. يعني البودكاست ببساطه هيساعدك